السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. تعالوا يا أحلى متابعين في كل مكان كده. شوفوا احنا ديت زريحة البصل. انت يا ابو اسلام بتشتري ايه النهاردة؟ بشتري زريعة بصل عشان موسم البصل. عشان موسم البصل هتزرعوا مطرح ايه؟ هنزرعه مطرح الرز. ايوه، حردت بقى وجهزت الارض الارض حطينا لها السباخ والصوبر والحاجات اللي هي بتغذي الارض. اهو حطينا لها الحاجات بتاعتها، السباخ والصوبر وكل حاجه. ده كده 5.5. اهو الزريعه ديت يا عم الحاج ايه؟ الزريعه دي من العجمي بتاعه الحاج حمدي ابن الحاج حسين زعزوع. تاجر بصل وتاجر توم. الله اكبر. وتاجر الزريعه. انتوا احسن ناس. والزريعه ديت انا كاسرها على ايديا. واني بتاع الراجل الغلبان. بتاع الراجل اللي عاوز يزرع يجيلي. بتاع الراجل اللي عاوز يزرع يجيلي وانا اساعده برقبتي. الله يخليك. انا بيتي مفتوح لكل واحد. الله يبارك لك يا عم الحاج. لا، ما احنا بقالنا سنين بناخد منك البصل، انا خدام كل واحد. ولا بيبقى فلقتين ولا اي حاجه. والله البصله دوره. البصله دي كسرها على ايديا، وبشتري انضف تقوي احسن بصل. احسن حاجه. والله بشتري احسن تقوي من ولاد عمي. التقاوي دي عند مين؟ عند الحاج حمدي ابن الحاج حسين زعزوع. وعمه عبد مقصود عبد حميد زعزوع. والحاج فؤاد عبد حميد عبد مقصود. كلها عيلة زعزوع. والحاج حمدي بيشتري منهم احسن بصل، وراجل تاجر. سمعته في كل حته. التقاوى اهي. اي عيب انا ملزوم. اهي التقاوى هي يا جماعه. بصوا مع هي بتزرع قد ايه في الارض وبتسقيها بعد قد ايه؟ الله وكيل بتقعد 40 يوم. 40 يوم اهي قدامك اهي. ما شربتش خالص من على ميه الزريع. لا شربت ميتين اتنين. ميتين. لو دي شربت 3 ميات كانت بقت عنش. اهي احسن تقوى اهي. الله. واللي يجي يسال عليها انا رقبته. تسلم يا عم الحاج. انا رقبه حمد ابن الحاج حسين زعزوع. احسن ناس والله. الله يخليك. اللي يجي لي من انت منين؟ من ابو زعبل؟ احنا من القليوبيه. اللي يجي ناس بتاع القليوبيه انا خدامهم. ناس من اي مكان انا خدامهم. اي واحد عاوز زريعه اي واحد عاوز زريعه انا رقبتي. يجي لي الحاج حمدي ابن الحاج حسين زعزوع يسال عليا، ويجي لك لحد ارض. يجي لي لحد ارض. وحاطط الشاي اهوت والميه. يا ست الحبايب. يا ابنك اسمه ايه؟ اسلام. يا ام اسلام. يعيش اسلام واللي جاب اسلام. امين يا رب العالمين. انا عندي اسلام واحمد. ربنا يخليهم لك يا رب. انا لو ما خدتيش من عندي خدي واجبك وانا اجيب لك انضف زرع. الله يخليك يا عم الحاج. انت كلك ذوق. وانا بتاع الراجل الفقير. الله يخليك. لو الناس بتبيع ب 150 انا ببيعها ب 100. والله دي حقيقه. انا ببيعها ب 80. دي حقيقه. انا ملزوم بالفقير. اي واحد. الشتله هي يا جماعه بعد ما بتتقلع اهي. واي واحد يتلزم باي شيء انا رقبتي. تسلم يا عم الحاج. اي رقبتي. واي واحد عنده مشكله انا رقبتي برضه. في التقاوي بس. التقاوي. اي واحد عاوز تقاوي التقاوي موجوده اهي. ماشي يا عم الحاج. اي بصل فلقتين. اي فصل اتخنبط انا ملزوم به اهي. تقاوي جاهله اهي يا سعاده الباشا. تسلم يا عم محمد. الله يخليك. وانا تحت الامر كل واحد. كده ما اقدرش اتكلم تاني. طبعا. اهو. وانا ملزوم بكل شيء وعاوز كل واحد يجي. يا حاج مجدي. لحد بيتي. الشتله عامله ايه معاه؟ اهي يا سعاده الباشا. الشتله حلوه وزي الفل والله. تسلم ايديهم يا حاج. ايه بص اهي يا جماعه. دي متقلعه. بصوا الناس بتقلع اهي يا جماعه وبتربي. يا ام اسلام. نعم. عم الحاج ده من حفنه. الحاج احمد من حفنه. الحاج احمد ابو غفار من حفنه عزبه الخشب. بياخد مني كل سنه. ايوه. وزارع بيجي يشتريها على بعضها. ايوه. زارع ايطالي. ايوه. واحنا كده دلوقتي زارع ايطالي. رقم 1. الله اكبر. اي واحد لازم له. اي واحد زريعه اي حاجه. كده بقى بعد انتوا ما بتقلعوها بتقرطوها كده. عشان تبقى حلو. دي الزرع يا ام. بجد. هي دي الزرع. ما انا عارفه. حاجه من الطبخ بس كده مش. ما يطولش العنش من جوه حاجه بس كده. عشان الهواء لو اشتغل ولا حاجه ما ينيمهاش تاني
تاني في الميه على ما تمسك في وهو الارض. بيجدد تاني. يعني انا لسه مقلع 40 اصبع. قلع يا عم الحاج، يلا ونوريهم بتتقلع ازاي. بعيدة اهي. اتفضل يا عم اهي. تقلعها لازم يكون المشتى اللي مر عليها الارض ناشفه لازم تكون لكن اللي بتشرب ميه كتير بتكبر وتبقى على الفاضي. يا ابو وتعمل اسلام بعدين بتحمط في الارض. ما تبقاش حلو. لازم تتحيى اهم شيء بس الارض صايم وعلى كده وتصوم لها الارض. هي وبتربطها عشان ما تتنعكش في الشكار. عشان ما جاش اشيل ربطه الربطه بربطتها. البنت اللي هتشتل آه. هتمسك الواحده في ايدها كده وتشد منها. وتشد منها تبقى ما تشعترش في ايدها عشان هي هتبقى في الميه. الله اكبر. تحطها في ايدها وتسحب منها واحده بواحده وتضرب خانه ايدها كده اهوت وتمسكها بايدك وتمسكها تفضل تشد منها لحد ما لحد تتم. ما تخلص تاخد غيرها. والشباب الصغير ده بيروح مناولها وهي بتزرع في الميه. احنا بننشره الاول حضرتك على الشراء الاول على الخطوط قبل ما ننزل الميه. بدل ما ننزل نفعص في الارض ولا حاجه. بيقعد قد ايه في الارض؟ على الشراء ايه؟ بيقعد قد ايه في الارض؟ بيقعد 3 اشهر عمره. 3 اشهر عمره. تزرع فيه ذره وكل حاجه بس ايه بعيد عن القلقاس. لا بعد ما انشال والقلقاس لا ما ينفعش. القلقاس ده بيضرب ما بيبقاش حلو. هو حضرتك بينشال قبل الذره. بينشال قبل الذره. الذره بنزرع في 6 هو بينشال قبل 6 كمان. ويا القمح. مع القمح بالظبط. ما هو زريع القمح دلوقتي فهو يا جماعه زريع البصل بيبقى مع زريع القمح. مظبوط كده بيبقى مع القمح برضه. احنا بنزرع مكانه قطن. ده في قلبه. ايوه في قلبه ماشي يعني هو بيلحق مثلا قبل ما ينشال كده بشهر ب 20 يوم كده في قلب منه كده. دي هتعمل لكم اعلان زي النيله بالليل. يا عم انا تحت امرين. هنزل لك في التلفزيون. تعمل ايه يا حاج ياسر؟ اهي اهو بسم الله ما شاء الله الارض فايشه خالص. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يديكم العافيه. اللهم امين يا عم الحاج. اهو نقلع بالراحه كده عشان ما تتقروطش معانا لان نعم زريعه الارض سامده شاربه ميتين 2. لا الارض فايشه الله اكبر. ودول يا عم الحاج حمدي قال خلينا نفصل. نعم انا هعمل الشاي. حاضر. انت بتعمل شاي؟ احنا تحت امرك يابا. بتاع عمال تدخل الكلام الصبح. عينيا حاضر. بصوا يا جماعه اهو الناس اللي بنجيب منهم المعارف بينزلوا معانا يقلعوا خلاص نخلص ونمشي. عينيا حاضر. تحت امرك. قلت تحت امرك. الامر لله. يا عم محمد. امر لله يا عم محمد. جاب قوالح هطلع القوالح دي منين؟ اهو الشكاره هناك فين؟ انت عملت فيديو مع الناس اهي هم قالوا لك بصوا بصوا يا حبايبي البصل اهو بيتقلع. هو تقليع البصل ده كده اهو. بصوا اهو انت هتبقى قبل ما تنزل تزرع على طول عشان البصلايه لما تيجي تغص تروح طالعه على البحر اهو. بزرعها في الميه احسن يا ماجد. طبعا لما بتزرع في الميه بتبقى الارض ثابته تحتها كده وبتبقى حلوه بتمشي. لو زرعناها كده يا حاج ماجد نملاها بكره ونزرع فيها. نملاها النهارده. ما تبل الارض ميه وتزرع يا حاج. لا نملاها ونزرع فيها في ساعتها. ايوه اول النهار. ايوه اهو النهارده نوضبها العصر. شفتوا يا جماعه تقليع البصل اهو مع يوميات ام اسلام بنت الريف. طبعا لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه. ده شتلة بصل يا جماعه اهو. دي شتلة بصل. بصوا صلايه حلوه اللي بتبقى بفلقتين دي بتبقى حاجه وحشه ما بنرضاش نجيبها من الشتل احنا بنعرفها. فاحنا متعاملين مع الحاج حمدي بقالنا كذا سنه بنيجي اهو. يعني بتاع اهو يا حبايبي كده جبنا الشتله الزريعه كده بتاعت البصل. جبناها كده معانا اهوت من مشتول اهو.
كده بنربطها بقى عشان ما تتبحترش مننا واحنا بنزرع اهي. بصوا بنعملها كده اهو، حبيت اوريها لكم حتى لما جينا الغيط اهو. يعني احنا كده اشتريناها وجينا كده الارض نظبطها بمعنى الكلام يعني اهو. بصوا بنقرطها كده يا حبايبي اهي كده ونخليها كده. بصوا اهي ديت الشتله اللي احنا اشتريناها مع بعض اهي. الفيديو ان شاء الله هينزل لكم كامل اهو. دي شتله البصل يا حبايبي اهي. شوفوا مربطينها ازاي احسن ما نشيلها كده. بصوا بص كده معايا اهي. بصوا هنيجي نشيل كده هتروح متبعزقه مننا، يبقى خساره اللي احنا نعرفه حاجه صح. الصح احنا نعمله اهو. اهي يا حبيبي اهو بنربطه. طبعا الشتله دي هي دي كده شتله البصل. بصوا يا جماعه دي احلى شتله وانضف شتله احنا بنعرفها مني، يعني فلاحين بقالنا عمر واجدادنا فلاحين. هي دي شتله البصل اهي يا حبايبي اهي. طبعا يا جماعه ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه. ويوم الزريع برضو هعمله لكم فيديو، عشان احنا كده النهارده خلاص احنا جبنا الشتله اشتريناها من الفلاح كده ربطناها وقرطناها كده. بقى هننجلها بكره ان شاء الله يوم جديد كده وفيديو جديد باذن الله. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه يا احلى متابعين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.